السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في قناتنا أعمال فنية وأكلات شهية. النهاردة إن شاء الله هنعمل كيكة طعمها رائع جدا، كيكة بالبرتقال، لكن ما استخدمناش فيها برتقال، استخدمنا فيها مكون سري هيديها طعم وريحة في منتهى الجمال. وزي ما احنا شايفينها كده من جوه المسام ضيقة وهشة، وطعمها وريحتها في منتهى الجمال. تعالوا نشوف الطريقة والمكونات مع بعض. المكونات معايا كوباية الا ربع سكر، ممكن نزود نخليها كوباية بس هي كده مظبوطة بالنسبة لي. كوباية لبن، نص كوباية زيت، وثلاث بيضات، وكيك شيف، وباكو فانيليا بالبرتقال. ومعانا في الخلاط بتاعنا هنحط الثلاث بيضات والزيت والسكر واللبن والمكون السر الخطير ده. بجد ريحته رائعة، يعني شركة دريم عاملة عظمة بالفانيليا ديت، وبتتحط على البسكوت برضو بتديله طعم حلو قوي، وبتغنيني بقى عن ان انا ابشر برتقان او احط العصير بتاعه. ريحتها جميلة جدا، بجد هتعجبكم قوي. انا فضيت الكيس كله، ممكن نحط منه معلقة، لكن هو كده المقادير مظبوطة جدا. هنضرب المكونات السايلة في الخلاط لمدة دقيقتين بالشكل ده، وهنحط الكيك شيف على كوبايتين ونص من الدقيق وذرة ملح، وهننخلهم كويس جدا علشان الهواء يدخل جوه الدقيق، ولو في اي تكتلات ما تبقاش معانا في الكيك. هبدأ احط الخليط السائل على المكونات الجافة بالشكل ده، وبمضرب يدوي هبدأ اخلط المكونات مع بعضها لغاية ما يتشكل عندي القوام بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. ريحتها من دلوقتي كانت جميلة جدا. هنكون مسخنين الفرن على درجة 180 حوالي ربع ساعة، وهندهن قالب انا دهنته بالسمن والزيت وعليه شوية دقيق بقى بالشكل ده. هصب الخليط بتاع الكيك وهدخله الفرن حوالي ساعة الا تلت بالظبط على 180، وهيطلع معانا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عايزة اقول لكم بقى ريحتها قلب البيت، خطيرة جدا وناجحة، وريحتها جميلة ولونها فاتح من جوه، وبمكونات بسيطة هتعجبكم قوي. ده شكلها بعد ما اتقطعت من جوه، شايفين عاملة ازاي. اتمنى انكم تجربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.